بعد مسألة البطولة موسم 2024-2025 ما نهضرش بركان بطل المغرب لأول مرة في التاريخ ديالو، الجيش دوزيام بوزيسيون وبالتالي التأهل الشامبيونز ليغ الإفريقية المرة الثالثة على التوالي، والوداد كتكمل البوديوم تروازيام وبالتالي العودة لافريك من بوابات كأس الاتحاد الإفريقي. تعرفنا كذلك على شكون اللي غادي يغادر البريمير ديفيزيون مباشرة واللي هما المغرب التطواني وشباب المحمدية. في هذه الحلقة غادي نزوميو مزيان على هذا الموسم ونشوفوا شنو وقع فيه بلغة الأرقام والأرشيف، واش تحطموا شي أرقام قياسية، كي كانت الحصيلة ديال هذا الموسم، شكون اللي كان متميز فرديا وكذلك جماعيا، واش دوراتكم مزيان لأننا غادي ندويو على بزاف ديال الإحصائيات والمعطيات في حلقة حصيلة البطولة موسم 2024-2025. كل هذا وذاك دابا على بروتوكول. مشاهدي بروتوكول، مرحبا بكم في هذه الحلقه الخاصه. من بعد موسم استثنائي اللي قدر يتوج به نهضه بركان بطوله المغرب لسنه 2025 واللي تتوج باللقب تقريبا من شهر مارس، الشيء اللي كيخليه من الانديه القلال في العالم اللي ربحوا اللقب قبل شهرين ما تسالي المنافسه. هادشي كذلك كيبين على السيطره الكبيره ديالهم على البطوله هذا العام، يعني حتى شي واحد ما قدر ينافسهم. هادشي كيخلينا ندخلوا لاول رقم غادي ندويو عليه في الحلقه ديال اليوم، هو عدد النقاط اللي تتوج بها بركان باللقب اللي هو 70 نقطه، معدل 2.3 نقاط في كل ماتش كيلعبوه بركان، وقربوا بزاف من تحطيم الرقم القياسي اللي هو مازال في الحيازه ديال الرجاء واللي حققته العام اللي فات 2024 من بعد ما ربحت البطوله 72 نقطه، واللي كتعتبر اعلى معدل نقاط تاريخ ديال البطوله الوطنيه المغربيه منذ اعتماد النظام ديال 16 فرقه من 1989. وبالنسبه للفرق اللي قريبه شويه من هذا الرقم القياسي، عندنا فريق الجيش الملكي اللي قدر انه يوصل ل 71 نقطه كذلك في الموسم العام اللي فات 2024، واخا كان سالا دوزيام بهذا الرصيد. وضروري نذكر ونسطر على واحد القضيه مهمه، ان انطلاقا من موسم 1995 1996 حتى السيستم بالنقاط كان تبدل، ولا انتصار كيعطيك 3 النقاط، شحال هذيك انتصار كيعطيك فقط 2 النقاط. داكشي علاش شويه صعيب قبل موسم 95 لقاو شي حصيله ديال النقاط كتقرب من شنو نقدروا نديروا دابا. الرقم الثاني اللي غندويو عليه هو 13، وهو الفرق بالنقاط اللي ربحات به بركان بالمقارنه مع المركز الثاني. تخيلوا معايا ان بركان بطل المغرب فارق 13 نقطه على الجيش الملكي اللي جا في المركز الثاني، و13 نقطه كتعتبر هو الثاني اكبر فارق في التاريخ البطوله بين الاول والثاني منذ الاعتماد ديال 3 النقاط انطلاقا من 96. والريكور مره اخرى عند الرجاء اللي كانت ربحت البطوله موسم 97 98 ب 67 نقطه بفرق 14 نقطه على الكوكب المراكشي اللي كان سالا دوزيام ب 53 نقطه. عارف كثره الارقام تقدر تخربقكم، ولكن غير زيرو معايا، حنا يلاه داخلين المعقول. 240 ماتش اللي تلعبوا طيله الموسم تماركا 555 بيت، يعني اكثر من 4 مواسم اللي فاتوا، وبمعدل 2.3 بيت بكل ماتش. ولكن واخا هكاك ماشي شي موين واو، ماشي شي موين واعره بزاف ولا اللي كبيره بزاف، لانه في الغالب البطوله لا موين ديال البيوتا كتراوح من 2 حتى 2.5، وهادو قدامكم المعدلات ديال اخر المواسم. بالنسبه لهداف الموسم عندنا 4 اللعابه اللي سالهم قادين كاملين برصيد ديال 11 البيت، وهما كل من حسين رحيمي من الرجاء، يوسف الفحلي من الجيش، محمد الرايحي من الوداد، وايوب مولوع من الفتح الرباطي، كلهم ماركاو 11 البيت. واللي كان خاصني نختار واحد منهم فنقدر صراحه نختار حسين رحيمي لانه ماركا 11 البيت من دون حتى شي بيلانتي طيله الموسم. ولكن واخا هكاك الحصيله كتبقى ضعيفه وضعيفه بزاف، حصيله كارثيه كل ما تحمل الكلمه بمعنى. وزعما الا بغينا نقارنوا غير مع السنوات القليله الماضيه، يعني ما حدنا كنتقدموا في السنوات وما حد الحصيله مازال كتزيد كطيح وكطيح. ف 2024 الهداف كان هو يسري بوزوق ب 14 هدف، 2023 الهداف كان هو بولي سامبو جونيور ب 13 الهدف، 2022 بنزا ب 16 البيت، 2021 ايوب الكعبي ب 18 البيت. والرقم القياسي ديال هداف البطوله في موسم واحد يعني راه مازال مستمر معنا من موسم ديال 81 82 واللي كيحمل اسم البوساتشي برصيد 25 هدف. بالنسبه لي باس ديسيزيف هذا الموسم القائمه كيتصدرها لاعب الجيش الملكي امين زحزوح برصيد 11 تمريره حاسمه. ودابا غادي ندوزو لاقوى 3 خطوط هجوم اللي كانوا في هذا الموسم. في المركز الاول عندنا الفتح اللي قدروا انهم يماركيو 53 بيت، متبوعين بركان اللي ماركاو 49 بيت، وفي المركز الثالث الجيش الملكي برصيد 48 بيت. اما بالنسبه لاكفس خط هجوم فهو كان من نصيب شباب المحمديه اللي في 30 ماتش قدروا فقط انهم يماركيو 13 البيت. بالنسبه لاقوى خطوط الدفاع في المركز الاول بركان تلقاو هذا الموسم فقط 14 هدف. تخيلوا معايا في 30 ماتش تلقاو فقط 14 هدف. والمركز الثاني كيجي فيه الجيش بفارق 10 اهداف، يعني الجيش تلقاو
24 بيت. وفي المركز الثالث الرجاء اللي استقبلوا 25 بيت. فواخا عاشوا عام صعيب ولكن الخط الدفاعي ديالهم كان من ابرز خطوط الدفاع هذا الموسم. واكفس خط دفاع شباب المحمديه اللي استقبلوا 71 هدف، يعني رقم اللي ما نقدر نقول حتى شي حاجه معاه، يعني هو كيدوي على راسو. بالنسبه لاكثر فريق حقق الانتصارات فهو بركان ب 21 انتصار من 30 ماتش، وكذلك هو الفريق اللي قدر يدير اطول سلسله انتصارات متتاليه واللي وصلت لسته. وبالنسبه للفروق الاقل انهزاما هذا العام، في المركز الاول بركان اللي خسروا فقط 2 المرات، كتبع الوداد اللي خسروا 4 المرات، ثم الجيش في المركز الثالث اللي خسروا 5 المرات. وبالنسبه للتعادلات، يعني ملوك التعادلات هذا الموسم كانوا هما الوداد والرجاء 12 تعادل بجوجهم. الوداد كانت عندها اطول سلسله ديال التعادلات متتاليه ب6 ديال التعادلات. وبالنسبه للهزائم، حصه الاسد المحمديه 26 هزيمه منها 10 متتاليه. يعني مصباح حنا كنجبدوا محمديه فيما كان شي رقم خايب المحمديه. يعني المحمديه هذا العام واللي جمعوا فقط 4 النقاط هو اضعف حصيله ديال النقاط لشي فريق يعني من بدايه البطوله الوطنيه المغربيه. واول فريق كيسالي الموسم بلا حتى شي انتصار، يعني 0 انتصار. وضع كارثي بالنسبه لفريق عريق اللي عطى اساطير وعطى سميات كبيره، ابرزهم النجم احمد فراس. يعني غير بين قوسين لعبوا العار على المسؤولين، كيشوفوا بان الفريق كيتعذب من بدايه الموسم وحتى شي واحد ما كيحاول يدير شي حاجه باش يخرج الفريق من هذا المأزق. فهاد المسؤوليه كيتحملوها الجهات المعنيه على المدينه اللي خصها تكون عندهم غير على الفريق، كذلك الاداره والمسؤولين داخل النادي. لان المحمديه يعني ماشي فقط كره القدم الرجال، فريق النسوي مثلا كيعاني في وضع مماثل. يعني الفريق طيله الموسم جامع 0 نقطه. يعني هادشي كامل باش نقولوا ان اللاعبين اللي كانوا في رقعه الميدان واللي كانوا لاعبين واللي اغلبهم شباب لا دخل لهم في هذه الكارثه اللي واقعه. المسؤوليه راه ماشي ديالهم، المسؤوليه ديال الاداره اللي خلاهم كيتقاتلوا طيله الموسم راسهم. احسن فريق كان في الميدان ديالو هذا العام هو الجيش الملكي اللي قدر انه يربح 10 الماتشات ويتعادل 5، في حين انه ما خسر حتى ماتش على الارض ديالو. وبذلك هو الفريق الوحيد اللي على الملعب ديالو هذا العام ما خسر حتى شي ماتش. احسن فريق الاكستيريور هذا العام كان بطبيعه الحال هو بركان ب 12 انتصار، 2 ديال التعادلات وخساره واحده فقط. تمارك عليهم فقط 7 ديال البيوت خارج التيران ديالهم. يعني الا كنتي غادي تستقبل بركان فراه في الغالب الماتش ما غاديش يكون ساهل. بالنسبه للكلين شيت، بركان بحصه الاسد 18 الماتش بشباك نظيفه مع مدير محمدي اللي قدم اضافه كبيره بزاف للفريق البركاني، وقدروا حتى انهم يديروا سلسله ديال 6 الماتشات متتاليه بلا ما يتمارك عليهم حتى شي بيت من الدوره 19. اكثر جوله تماركوا فيها البيوتا هي الجوله الاخرى جوله 30 واللي وصل عدد الاهداف فيها ل 26. واقل جوله تماركوا فيها البيوتا هي الجوله 23 واللي تماركوا فيها فقط 10 ديال الاهداف. اما بالنسبه للماتش اللي عرف تسجيل اكثر عدد البيوتا هذا العام، فبصراحه كانوا 6 الماتشات اللي بسته بهم تماركوا فيهم 6 ديال البيوتا. فعندك الوداد مع المحمديه 5-1، الفتح مع النادي المكناسي وفوز ديال الفتح ب5-1، الفوز ديال الرجاء الاخير على المحمديه ب6-0، تعادل ديال الجديده والفتح ب3-3، فوز طنجة على اولمبيك اسفي ب4-2، وفوز الفتح على السوالم ب4-2. وكيبقى اكبر انتصار لشي فريق هذا الموسم هو ديال الرجاء على المحمديه في الجوله الاخرى ب6-0. اكثر فريق تحصل على البطاقات الحمراء هذا العام هو اسفي 8 ديال البطاقات الحمراء. وبالنسبه لهاتريك، شحال من لاعب مغربي ماركا هاتريك هذا العام؟ هما فقط 3. ربيع حريمات في الجوله الاولى ضد المحمديه، الماتش اللي سالا 5-0 صالح الجيش. هارتريك ديال ايوب مولوع مع الفتح في الماتش اللي ربحوا 5-1 ضد الكوديم في الجوله 15. وحسين رحيمي في الماتش الاخر اللي ربحات الرجاء ب6-0 امام المحمديه. يعني الهاتريك موزعين، يعني الجوله الاولى جوله 15 نص د البطوله والجوله 30 الاخر د البطوله. ودابا غادي ندوزو لواحد الشق اللي صراحه غادي نعطي فيه الراي ديالي انا واللي خاص بيا واللي على حسب التتبع ديالي للبطوله لهذا الموسم، واللي نتوما الا ما كنتوش كتفقوا معايا واللي كان عندكم شي راي مغاير خليوه لي في التعليقات وقولوا لي بالنسبه لكم شكون هو الاختيار ديالكم. اولا وبالنسبه لاحسن فريق كنظن هذه ما كاينش نقاش كبير عليها هذا العام، كان هو بركان بطل المغرب اللي صراحه الخطوط متوازنه، التركيبه ديالهم كبيره، يعني في كل مركز كتلقى عندهم لاعب ولا لاعبين بلا كاليتي طالعه. بالنسبه لاسوء فريق كنظن المحمديه، ما كاينش شي فريق اللي كان اسوء من المحمديه، وكنظن واخا شي فريق يبغي يكون اسوء من المحمديه ما غاديش يقدر، لانه ليس فقط سيء بالنسبه لهذا الموسم ولكن سيء بالنسبه لجميع النسخ ديال البطوله الوطنيه اللي عرفناها. بالنسبه للفريق المفاجاه ديال هذا العام اختاريت انه يكون هو فريق زمامره. صراحه فريق زمامره اللي قدم مستوى كبير هذا العام، بدايه كانت جيده جدا، كان يعني والمده طويله كيحتل المركز الثاني، يعني بصح ما قدرش يساير وما قدرش يكمل في نفس الريتم حتى لاخر البطوله، خاصه بعد تغيير المدرب واللي ما بقاش اميل بن هاشم هو المدرب ديالهم. يعني خلي الكلاسمون، يعني كنظن تكلاساو ال50 ولا السادسين، يعني خلي الكلاسمون جانبا، يعني حتى
المواجهه ديالهم فكان كيتضرب لها 1000 حساب، وكان فريق اللي منظم جيد فوق التيران، عنده لاعبين مهاريين، كذلك كاين شي لاعبين اللي مشاو له في الميركاتو ديال الشتاء. يعني فريق دار موسم للتاريخ، وكنتمنى انها تكون هذه البدايه ديالو يعني ويبني على هذا الموسم ويقدم مواسم جيده اخرى، وما يكونش فقط غير عام داز هكاك لعبوا مزيان ومن بعد الاعوام اللي جايه يرجعوا عاوتاني النتائج سلبيه. بالنسبه لاحسن فريق متطور، فريق يعني اللي ما بداش مزيان وبدا كيتسلق الدرجات شويه بشويه، وبالنسبه لي هذا الفريق هو فريق الفتح الرباطي، اللي صراحه كان من امتع الفرق هذا العام، واللي كان عنده واحد ستيل دو جو خاص به. وهذه من الحوايج اللي عجبوني بزاف بالفتح، ان في كل مباراه كنتي كتفرج فيه كنتي عارف الطريقه اللي غيلعب بها الفتح الرباطي مع المدرب ديالهم سعيد شيبه، يعني واحد المزيج مع عناصر شابه، عطى فريق حيوي، يعني فريق اللي ما كيطلعش البلوك بزاف، فريق اللي ما كيركنش الدفاع، يعني كيلعب واحد البلوك ميديوم، يعني كيبقى الوسط كيعتمد بزاف على الكرات العاليه والضربات الراسيه، وواحد من الفرق اللي صعيب بزاف انك تفوز عليهم. كذلك ما نساوش انه هو صاحب اقوى هجوم يعني ب 53 هدف، فصراحه الفتح الرباطي كان احسن مثال ديال النظام والمثابره، وكنتوقع ان شاء الله ان العام الجاي يكون عام حسن بالنسبه لهم. بالنسبه لاحسن لاعب هذا الموسم، يعني بالنسبه لي بطبيعه الحال ممكن يكون عندكم راي مغاير، هو اللاعب امين زحزوح، صراحه اللي قدم مستوى جيد وخاصه في البدايه ديالو، يعني كان لاعب مهم بزاف بالنسبه للعساكر، والارقام ديالو كتدوي عليه. يعني هذا العام فهو مساهم في 17 هدف. بالنسبه لاحسن لاعب شاب، صراحه غادي ندوي على بزاف د اللاعبين ماشي غير لاعب واحد. اولهم هو الضحاك، يعني 19 سنه، لاعب اتحاد توارقه، واللي دار موسم جيد جدا، سورتو الصراحه البدايه ديالو واللي عنده 8 ديال الاهداف وتمريره حاسمه، وتميز بشكل كبير في الخط الامامي ديال اتحاد توارقه. كذلك اللاعب معاني، لاعب اتحاد طنجه، يعني 19 سنه فقط، يعني بالنسبه لي صراحه كان بين افضل اللاعبين ديال الخط وسط الميدان يعني في البطوله كامله، وماشي فقط بين اللاعبين الشباب. وكاين كذلك واحد 3 اللاعبين اللي فقط صراحه بغيت نجبدهم المجهود الكبير اللي داروا هذا الموسم. بالنسبه لي لاعب شاب هو 19 سنه لتحت، وهاد 3 اللاعبين فقط الدعم ديالهم اللي هما ايوب مولوع مهاجم الفتح الرباطي، مهاجم الطراز الرافع واللي سال هداف البطوله، كذلك حسين رحيمي اللي ما بداش مزيان ولكن سال موسم هداف كذلك ديال البطوله برصيد 11 هدف، واسامه الزمراوي 23 عام اللي حتى هو في الرصيد ديالو 5 الاهداف، واللي كان مهم بزاف في تشكيله الوداد هذا العام، وكان لاعب اللي صنع الفرق في بزاف ديال الماتشات. بالنسبه لاحسن لاعب اجنبي عندي 3 اللاعبين، يعني اولهم هو ديارا لاعب اولمبيك اسفي، يعني صراحه لاعب بوليفالون بزاف، يقدر يلعب في الميليو، تقدر تلقاه يعني اليه، تقدر تلقاه راس حربه، يعني غير من الطريقه ديال تسجيل الاهداف ديالو يعني تبين لك انه الطينه ديال هذا اللاعب، يعني لي كوفرون ماركا هذا العام، يعني لي لوب، يعني لاعب مهم بزاف في التشكيله ديال اولمبيك اسفي. يعني هذا العام ماركا 9 ديال البيوتا وعنده 2 ديال لي زاسيست، ولعب كاع لي ماتش تيتولير، يعني من غير الماتشات اللي دا فيهم 2 حمرات، يعني حتى هو من دوك 8 د الحمرات اللي خداو اسفي واخد منهم هو 2. في المركز الثاني كاسيوس مايلولا لاعب الوداد، صراحه لاعب ممتاز يعني بجميع المواصفات، صراحه كنحطو في المركز الاول كما كانت جات واحد الفتره وقرر المكوينه انه يجلسوا في دكه البدلاء، يعني كان قرار غريب بزاف، يعني لاعب كان في قمه العطاءات ديالو وجلس، ويعني هاد الجلسه اللي جلس في بنك البدلاء كانت اثرت عليه شويه. فمايلولا هاد العام عنده 5 ديال البيوتا و7 ديال التمريرات حاسمه، في التمريرات الحاسمه هو الثاني في البطوله مور زحزوح، فلاعب كان من ابرز الصفقات اللي قامت بها الوداد، ولاعب اللي قال اضافه بشكل كبير، لاعب اللي ذكي، لاعب اللي كيتحرك بشكل جيد، لاعب اللي لعب في بزاف ديال المراكز هذا العام. لاعب ثالث هو اللاعب لامين كامارا، لاعب نهضه بركان، لاعب وسط الميدان دفاعي، يعني صراحه لاعب بواحد لاكلاس كبيره، لاعب تكنيسيان، يعني قليل فين كتشوف لاعب يعني كاستر وتكنيسيان في نفس الوقت، يعني لاعب الطراز الرافع، يعني طويل القامه، يعني كيعاونك حتى في لي دويل ايغيان، كيلعب الكره برجلو مزيان، ذكي في البوزيسيونمون ديالو، مزيان في الريكوبيراسيون، يعني فهو صراحه بروفيل يقدر يلعب في الاوروب يعني بسهوله، يعني فعلا ربح كبير لفريق نهضه بركان. وبالنسبه لافضل 3 الماتشات بالنسبه لي هذا العام، اول ماتش الصراحه هو الماتش ديال الكلاسيكو ديال الذهب اللي سالا ب2-2 واللي تلعب في قنيطره كنظن، كانوا محاولات من الجانبين وكان من الماتشات اللي محركين هذا العام. الماتش الثاني بالنسبه لي هو الماتش ديال المغرب تطواني شباب السوالم برسم الدوره الاخيره، يعني واخا ماتش اللي ما كيحملش صراحه انباء زوينه للجماهير ديال تطوان، مي كيبقى ماتش كان فيه الحماس طالع وكان توتر كبير، لان كان اللي غيخسر هذا الماتش غادي يغادر مباشره للقسم الوطني الاول ماشي للدوزيام ديفيزيون. يعني فكرني بواحد الماتش قديم واقيلا كيرجع 2012 اللي كان بين وداد فاس وشباب المسيره،
يعني اللي بجوجهم كانوا مهددين باش يطيحوا، تلاقاو بيناتهم في الدوره 30. الماتش اللي كان ربحها شويدة فاس، وفي الوقيته اللي كلشي كان كيتوقع هذا الماتش غادي يربحوا تطوان، لان تطوان في الجولات الاخيره قدمت مستوى زوين يعني، ورجعات حاولت انها تدارك داك التاخر اللي كان عندها في بدايه الموسم. ولكن عكس التوقعات السوالم غادي يحسم الماتش ب 3-0 وغادي يقدر انه ما يطيحش مباشره للقسم الوطني الثاني. وبالنسبه للماتش الثالث هو الماتش اللي كان كيجمع بركان باسفي اللي سالب 2-2، يعني ماتش اللي كان رابحه فيه بركان ب2-0 يعني في الدقيقه 75. اسفي ومن بعد ضغط كبير غادي تقدر انها ترجع في الماتش في اللحظات الاخيره. واكيد كاينين ماتشات اخرين، ما تنساوش تقولوا لي شنو هما الماتشات اللي بالنسبه لكم احسن الماتشات اللي كانوا هذا العام. كاين كذلك الماتش ديال طنجه واسفي اللي سالب 4-2، الماتش كذلك ديال الجيش وطنجه اللي غتحسموا الجيش حتى لاخر الدقائق ب3-2. انا عطيت الراي ديالي ومتشوق باش نقرا الاراء ديالكم وتقولوا لي حتى واش تبغيو نديروا فيديو على التشكيله المثاليه ديال هذا الموسم الكروي اللي سالا. وبهذا كنوصلوا للاخر ديال الحلقه ديالنا. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، بكم كنا وبكم سنكون. مهدي خليل يحييكم، تلاقاو فيديو الجاي.